تخيل اب ينكر ابنه والطفل يفضل من غير اسم ولا نسب. تفتكر الام تقدر تثبت ده ازاي؟ اثبات النسب مش مجرد قضيه، ده حق انساني قبل ما يكون حق قانوني، والقانون المصري وبالتحديد قانون الاحوال الشخصيه غطى الموضوع بكل الفروض والاحتمالات. واللي بيقول لك ايه؟ يثبت النسب بالزواج الصحيح او الدخول او الاقرار او الطرق العلميه الحديثه عند الانكار. يعني حتى لو الاب انكر، المحكمه تقدر تثبت النسب عن طريق تحليل DNA لاثبات النسب. اما من ناحيه الاجراءات، والقانون رقم 10 لسنه 2004 الخاص بانشاء محاكم الاسره، وبالتحديد في الماده 6 اللي الزمت ان اي نزاع من النوع ده يبدا بمكتب تسويه المنازعات الاسريه قبل رفع الدعوه رسميا. طيب وبنعمل الكلام ده ازاي؟ اول خطوه، الام بتقدم طلب اثبات نسب في مكتب تسويه المنازعات في محكمه الاسره التابع ليها محل اقامه الاب، ولو التسويه ما نجحتش بيترفع دعوى اثبات نسب مدعومه بالادله، عقد زواج، شهود او صور او رسائل بتدل على وجود العلاقه الزوجيه. هنا المحكمه ممكن تؤمر بتحليل DNA لو الاب انكر النسب، ولو رفض يعمل التحليل مجرد رفضه ده قرينه اثبات على وجود النسب. الخلاصه، النسب ده حق شرعي وقانوني، والقانون بيحمي الطفل حتى لو الاب انكر. ولو عجبك الفيديو اعمل لي فولو، وما تنساش تجي لي في الكومنتات وتقول لي عايز الفيديو الجاي يكون بيتكلم عن ايه.